اللي قدامكوا دي تقتل القتيل وتمشي في جنازته عادي. طيب دي تبقى مين للي ما يعرفهاش؟ دي تبقى ام الزوج اللي قتل مراته بعد 4 شهور جواز وهي حامل. طالعه في فيديوهات وعلى السوشيال ميديا بتقول ان ابنها ما عملش حاجه برغم وشها المزرق والاثر الخنق اللي كان على رقبتها، وان ابني ما عملش حاجه وابني كان اللي هنا واللي هناك. اه. تعرفوا من ضمن الاسباب ان ابنها بريء وان ابنها مفيش منه؟ ثواني. هنا اهو. ده السبب. ان ابنها كان جايب لها كفته امبارح. هو الواد مهننها وجايب لها كفته وبيغذي فيها، وقال ايه ان هو بيعمل حاجه محدش بيعملها، ده اكل يا هانم اكل. بعدها قالت لها تعالوا، انتوا مفكرين ابني عمل حاجه؟ ده انا ابني مليلها التلاجة. خدتهم ودخلت الاوضه فتحت التلاجة. بصوا الفراخ، بصوا اللحمه. راحت المذيعة اللي واقفة مركزة كده، فين يا حاجة الفراخ واللحم؟ ده عيش، اكياس عيش حطينا في الفريزر. قالت لا وربنا واكلين فراخ اول امبارح. النهاية حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيأذي حد. حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيدار عن ظهور الحق، حتى لو على حساب ابنك او. يا ريت يا جماعة كلنا في الكومنتات ندعي لها بالرحمة، وان ربنا يرجع حقها ويعوض اهلها خير ويصبرهم. سلام.